السلام عليكم. في سنة 1997 تعرضت للسحر. أحد الحاسدين الذين يحسد العائلة ويحسدني بشكل كبير. ذهب إلى الساحر ليصنع له سحرا. ليصنع له سحرا يدمر الحياة. وفعلا هذا ما حدث. صنع له سحرا ودفنه لي وتخطيته. وبدأت وبدأت أتعرض للضرر من الجن الكفار والمعتدين. كانوا يضروني ويغيرون اتجاهي. فبدأت حالتي تسوء ونتائج الدراسة تنخفض. كان المعدل ينخفض. وبدأت أغيب عن الدنيا بشكل تدريجي. منذ سنة 1997 إلى سنة 2000 كان حالي يسوء بسبب السحر. ذلك السحر دمرني تماما وغير قلبي. شعرت أن قلبي تغير وبدأت أميل إلى الطريق السيء. الطريق السيء هو الزنا، وهذا أمر معروف. الطريق السيء هو الزنا، وفعلا وقعت في حالة بيدوفيلي. حالة بيدوفيلي معروفة في العالم، ومعروفة في المدن الكبيرة. البيدوفيليا هي حالة معروفة، وقعت فيها. وبعد ذلك تعرضت للاكتئاب. أصابني اكتئاب حاد، وبدأت أبكي في المساء. في كل مساء أبكي. فأخذتني أمي إلى الطبيب وأخبرته بذلك. وكان السبب الأول هو السحر. وبعدها تغير قلبي، ووقعت في مخالفة. المخالفة التي وقعت فيها أوصلتني إلى الاكتئاب الشديد. وبعد الاكتئاب تركت الصلاة.